انا بنزل كونتنت كل يوم، بس انا الشهر اللي فات اخدت شهر كامل اجازه من الكونتنت كريشن. تعالي اقولك ازاي. الاجابه بسيطه جدا. كل اللي انا عملته ان انا عندي كونتنت بلان قويه للصفحه بتاعتي، فانا اوريدي عندي باك اب كونتنت كتير جدا انا ما نزلتهاش قبل كده، وحاجات انا نزلتها من مليون سنه ولسه ريليفنت فنزلتها تاني. فقدرت ان انا اخد شهر كامل كله اجازه، ما احتاجتش ان انا اصور اي حاجه جديده. كل الكونتنت كانت اوريدي عندي من قبل كده ونزلتها عندي على البيج. هل دوت لو انا ما كانش عندي كونتنت استراتيجي كان هينفع؟ لا. الحاجه الحلوه في الكونتنت استراتيجي ان انت مش بتخاطبي الخوارزميات اللي كل شويه بيحصل لها ابديت، انت بتخاطبي الفئه المستهدفه بتاعتك اللي هم البني ادمين. فلما الناس تحبك وتحب الكونتنت اللي انت البراند بتاعتك بتعملها، هيفضلوا يتفاعلوا مع الصفحه بتاعتك وهيفضلوا يشتروا منك ريجاردلس ايه هي الابديت اللي بتحصل في الخوارزميات عندك. فعلشان كده مهم جدا ان انت يكون عندك كونتنت استراتيجي. هتقدري تريحي، هتقدري ان انت تبقي فاهمه انت بتنزلي كونتنت ليه، ولما يجي عليكي الوقت ان انت تقرري ان انت هتعملي ريسايكلينج للكونتنت، تعرفي تختاري الكونتنت الصح عشان تنزليها تاني، علشان توفري على نفسك كمان التكلفه بتاعه التصوير. لو عايزه تعرفي ازاي تعملي كونتنت استراتيجي قويه للصفحه بتاعتك، خليني اعملها لك في السيشن بتاعتنا في الانتنسيف سيشن. اكتبي لي تحت انتنسيف سيشن وانا هبعت لك كل التفاصيل.